أصيل يا فتحي. انا اول ما عرفت منه قلت اجي انبهك. الواد سمير ده غشيم، ما بيعرفش يفكر الحكايه جايه منين ورايحه فين، لسه صغير ما اتعلمش. ولا هيتعلم. ده عايز يكسب فلوس وهو نايم، فاهم ان الحكايه سهله زي ما طلع ولقاها. معنى ان نوح وصل لك يعني هو مستموت على الورق ده ومستعد يعمل اي حاجة عشان يوصل له، حتى لو كانت الحاجة دي انه يصفي العطارين كلهم. الدرجه دي؟ واكتر يا فتحي. الورق ده اصله لو وقع تحت ايدين نوح ممكن يكسب بيه بونت كبير قوي عند الشركة، بس هو بقى عايز يكسب البونت ده على حساب انا. ما تاخذنيش يا سيدي، والورق ده فيه ايه بالظبط؟ الورق ده رايق، يخص الشركة وشبكة تعاملاتها الغير شرعية في الشرق الأوسط كله. يعني في لستة كده بأسماء أصحاب رؤوس الأموال الحقيقيين. تخيل انت بقى يا فتحي دول ممكن يطلعوا مين. الورق ده كان وقع في ايدين زين من زمان، ومفيش منه غير نسخة وحيدة، وده اللي مخلي الشركة ما تقربش للعطارين، لأن الورق ده لو ظهر في أزمات دولية ممكن تحصل، في حروب ممكن تقوم. يا نهار اسود، طب وناوي تعمل ايه؟ ناوي أستعد لنوح، وزي ما هيلعب هلعب، ولو اختار يلعب بالسلاح هلعبه بالسلاح اللي أكبر منه. هانت يا بابا، كلها جلسة ولا اتنين وهتخرج بالسلامة. لا انا زهقت من القعده هنا، مش قادر اطول اكتر من كده. لازم اخرج عشان كل حاجه ترجع زي ما كانت. يا سيف بيه، زي ما رودي هانم قالت لك كده، خلاص هانت، كلها كام جلسه ان شاء الله وتخرج بالسلامه. انا بس عايز اقول لك ان الدنيا بره اتغيرت خالص. اتغيرت؟ ازاي يعني؟ والله يا سيف بيه اخبار ما تطمنش. نوح دلوقتي مسيطر على السوق كله، مفيش حته سلاح واحده بس بتتباع في البلد غير من بضاعته. ده غير انه مقدم نفسه قدام الناس بصورة رجل أعمال ناجي وحيد. ده عشان انا بس جوه السجن، لكن لما اخرج بره هنرجع زي الاول. خير يا سيف بيه ان شاء الله. عموما كل المحاميين طمنونا، والورق كله متستف وكل حاجه هتبقى تمام باذن الله. ادينا مستنيين. وبعدين يا يحيى، انت تقريبا ما بتنامش، ده انتحار مش شغل. يحيى، ايه يا حبيبتي معاكي؟ معايا ايه بس؟ قولي مالك. على فكرة ممكن اساعدك، انا بيزنس وومن شاطرة قوي. ما هي مش مشكلة وعايزة حل رهام. الوضع اتفرض علينا ولازم نتعامل معاه. العيلة بتمر بأزمة مادية كبيرة أوي، شكلها معقد. طمن يا يحيى، ما تشيلش هم، فلوسي هي فلوسك. المشكلة مش فيا، المشكلة في اخواتي. ولاد جيهان هانم ولاد الأكابر مش واخدين على المرمطة، والناحية التانية عزوا اليتيم، فاكرين إن هما يمدوا إيديهم ويغلفوا فلوس. اخواتك اخواتي. هقولي بقى ممكن اساعدك ازاي؟ جرب. رغم إن عارف إنك تربية أصول وشوكة وسكينة، بس عارف إنك جدع وتسدي. تسلمي لي يا رام. بس العطارين مش قصر وعيلة وشوية اخوات، دي شركات وتجارة وبيوت مفتوحة وسمعة وهم كبير قوي.
هتعدي ان شاء الله. وانا واثقه انك قدها، بس المهم دلوقتي ترتاح شويه، النهار قرب يطلع. حاضر. ماشي. بجد يا رجاله انا مش قادر اوصف لكم انا قد ايه فرحان بالدار واللي عملناه فيها. بس فرحتي بيكوا اكبر، عشان لولاكم عمر ما كانت الدار هتوصل للشكل ده. احنا كنا زمان مدفونين في الشر، لكن دلوقتي زي ما انتم شايفين بنزرع الخير، وان شاء الله هنحصده فينا وفي ولادنا من بعدنا. شكرا يا رجاله، انا فخور انكم عزوتي وعيلتي. احنا اللي منك يا عزيز، وانت طول عمرك ظهر وسند لينا. احنا كلنا بنحبك يا عزيز وفرحانين بيك، كل اللي عملته في الدار. انت اللي دلتنا على طريق الخير يا عزيز، وهنفضل نعمر في الدار دي لحد ما نموت. هو ده العاشر مع عبيده. احنا لازم يا رجاله كلنا نبقى على قلب واحد، ونبقى في ظهر بعض عشان محدش يدخل ما بيننا. خلونا نفكر في حاجه واحده بس، ان احنا نفضل ايد واحده. طول ما بنفكر في القديم هنفتكر حاجات وحشه، بلاش منها. طيب لو مسامح بقى يا عم عزيز، ممكن تسمح لنا فسحه؟ فسحه يا عبيده؟ تيجي منك انت؟ في شغل. بس ماشي، مسموح بالفسحه، بس بعد ما تقفلوا الشغل، ومش الكل. هتقسموا نفسكم مجموعتين، مجموعه تخرج والباقي يستنى، وبعد كده يبدلوا. اللي هيخرج الاول بقى يجيب لي زلابيه. بس كده يا عم عزيز؟ يا ده احلى زلابيه الاحلى عزيز في الدنيا. يا عزيز يا عسل انت. طب يلا يلا يلا. ازيك يا علي؟ توحشتك يا راجل. وانا كمان اتوحشتكم قوي والله يا عيشه. كيفك وكيف النجع وفارس عامل ايه؟ كلنا بخير. مش ناوي تيجي تزورنا؟ ناوي ان شاء الله. هخلص شويه مشاغل عندي واجيب سلمى واجي على طول. طب انا عايزاك تيجي في اسرع وقت ومن غير سلمى. خير يا عيشه؟ حياة هنا يا علي. حياه؟ تعمل ايه عندك؟ عيشه لو محتاجه فلوس اديها ومشيها، وفهميها اني مش عايز اشوف وشها تاني. اهدى بس يا علي. لا مش ههدى، وفهميها ان اللي بيني وبينها خلص هناك على الشط. لا يا علي ما انتهاش. حياة شايلة في بطنها حتة منك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا عيشه؟ يعني حياة حبلة يا علي. معك يا حاج يا عيشه طبعا، لازم اجي قريب ان شاء الله. انا ابويا كمان بقالي كتير ما زرتوش، هاجي واقرا له الفاتحه واشوفكم بالمره. يلا سلام. ايه يا حبيبي، في حاجة؟ لا مفيش، كنت هروح النجع صد رد كده. ماشي، انا اصلا كنت عايزه اروح من زمان. تروحي فين؟ قصدي يعني هنروح، بس انا يعني لما نروح نقعد يومين هناك هبقى اخدك معايا، بس المره دي مش هينفع. ماشي. طب تحب احضر لك حاجه؟ لا رايح صد رد، مش هاخد معايا حاجه كمان. بسمة حبيبتي، جبت لك كل الحاجات اللي انت طلبتيها، وجبت كمان الشوكولاته الكريم شوكولاته شهد، عشان الاتنين ما يتخانقوش مع بعض. ربنا يخليك ليهم يا حبيبي وتسعدهم طول العمر يا رب. انت ليه بتقولي كده؟ انا قلت لك 100 مره من فضلك من فضلك ما تقوليش الكلام ده تاني. انا قلت ايه؟ المفروض تقولي ربنا يخليك لينا كلنا، فاهمه؟ لينا كلنا. يا طارق حبيبي يا طارق، مفيش حد بيهرب من نصيبه. بسمع، انا الكلام ده بيوجع قلبي، فاهمه يعني ايه؟ بيوجع قلبي. يا حبيبي اهدى، انا لازم اوصيك عليهم غصب عني. انت مش هتموت، هتعيشي، عارفه يعني ايه هتعيشي؟ هتعيشي ان شاء الله لغايه ما تتجوزي كريم وتاخدي عزايا، فاهمه ولا لا؟